ازيكم عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده بقى وصفه من نص كيلو لحمه. هتعملي احلى طاجن هيكفي العيله كلها، سهل جدا وبيخلص في حله واحده. ده غير طعمه بقى اللي مش هيختلف عليه اتنين. عايزه اقولك كمان ان انتي لو عملتيه في اي عزومه الكل هيسالك عليه وهينبهروا بيه. تعالوا بقى نبدا مع بعض ونشوف عملته ازاي، بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. في الاول كده في الحله بتاعتي نزلت بمعلقه كبيره كده من السمنه، وهسيب السمنة تسخن كويس والحلة تسخن، وبعد كده هنزل بقطع اللحمة. انا مقطعة اللحمة مكعبات صغيرة على قد اللقمة كده. حابين تكبروها شوية مفيش مشكلة، وممكن اللحمة كمان تبقى شرايح، مفيهاش اي مشكلة، مش هتاخد وقت كمان في السوا. لما شدت كده ودخلت في السوا وكلها اتحمرت من الجوانب، حطيت رشة من الفلفل الاسود ورشة من القرفة ورشة من السبع بهارات. قلبتهم كده شوية مع بعض لحد ما ريحة التوابل تطلع، وهفضل اشوح فيهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. عايزه اللحمه تبقى واخده لون كده حلو، واللون ده هيدي طعم حلو قوي في الصوص بعد كده. طلعت بقى اللحمه في طبق خارجي كده، وفي نفس الحله زودت معلقه سمنه كبيره، وهنزل عليهم بثلاث بصلات فرمهم في الكبه. هشوح فيهم كده كويس لحد ما يتبلوا، بس انا مش هحمرهم. اول ما يتبلوا هوسع كده شويه في النص كده، وهنزل بثلاث فصوص من الثوم. اول ما ريحه الثوم تطلع هقلب البصل مع الثوم، انا مش عايزه احمر الثوم، انا بس عايزه ريحته تطلع. فاول ما ريحته تطلع هقلب كده الثوم مع البصل. هنكمل بقى تقليب وتشويح في البصل لحد ما يدبل شويه، وبعد كده هنزل عليهم بحته من الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر. نديهم تشويحه بسيطه خالص عشان انا مش عايزه الفلفل يدبل، علشان لسه ما يخش في السوا مع اللحمه ما يدبلش مني خالص وما يبقاش باين. عايزاه يبقى باين. هنا انا حسيت السمنه قليله فزودت نص معلقه من السمنه كمان. شوحت كده تشويحه بسيطه، وبعد كده هنزل عليهم بالمشروم. ده تقريبا ربع كيلو من المشروم، جايباه صغير شويه ومقطعاه اربع تربع. مقطعاه كبير شويه علشان ياخد نفس وقت التسويه بتاعه اللحمه وما يتهريش مني، فقطعته كبير. اديته تشويحه بسيطه كده خالص، وهنزل عليهم برشه بسيطه من الفلفل الاسود، ورشة من السبع بهارات، ورشة بسيطة خالص من القرفة. نقلبهم كويس مع بعض كده، وبعد كده بقى هنزل عليهم باللحمة. هننزل كل حاجة، الصوص اللي نزل من اللحمة والبهاريز دي كلها هتدي طعم تحفة في الآخر. اديتهم تقليبة كده مع بعض عشان كله يتجانس مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالمية. انا مش هكتر مية خالص، انا بس يدوب هغطي اللحمة، ولو احتاجت مية تاني هزود، بس انا ما زودتش. انا هي دي شوية المية اللي انا حطيتهم، ووطيت عليها النار وسبتها تستوي براحتها خالص. طلعت دايبة وكان لسه فيها صوص برضو. ظبطت بقى الملح بتاعها حسب رغبتكم. ولما غليت، ده شكلها لما غليت، وطيت النار عليها خالص زي الرز كده، وسبتها تستوي بقى. قعدت ساعة، ساعة ونص، على حسب حتة اللحمة بتاعتكم. ودي هنا شكلها بعد ما استوت، لسه فيها صوص. انا مزودتش مية خالص، هي دي نفس المية اللي انا حطيتها من الاول. كنت محمرة بقى بطاطساية كده، مقطعاها مكعبات صغيرة، تحمروها بقى في الزيت او الاير فراير، ونزلت بيها على اللحمة علشان تاخد من طعم الصوص بتاع اللحمة ده. عايزة اقول لكم هتطلع خطيرة، وجبة كاملة متكاملة، مش محتاجة اي حاجة تاني جنبها. لما استوت كده حطيتهم بقى في طاجن، وسبتها كده تغلي شوية على النار، وحطيت على وشهم قرن فلفل اخضر حراق. يا سلام بقى كمان لو قرن الفلفل ده كان جوه الطاجن، بس انا عشان عندي اطفال فما ينفعش احط. هدخل بقى الطاجن تحت الشوايه عشان ياخد وش حلو، وهنيجي بقى نعمل ملوخيه. انا هنا طبعا انا اللحمه ما سلقتهاش وما عنديش شوربه، فجبت كده شويه ميه، نزلت عليهم بمكعبين من مرقه الدجاج او مرقه اللحمه، وحطيت بقى ملح وفلفل، وحطيت ورقتين لورا واتنين حبهان واتنين قرنفل، وحطيت معلقه من التوم المفروم اللي حط عليه كزبره عشان الطشه. آه، وهي نية كده بتدي ريحة حلوة قوي في الملوخية. ونزلت كمان بمعلقة سكر صغيرة.
وحطيت كمان نص معلقة من بهارات الفراخ، ودي ممكن تستغنوا عنها. بعد كده بقى نزلت بالملوخية، انا مش هخلي الملوخية تغلي عشان ما تهبطش، ومش هقلب كتير في الملوخية عشان ما تعملش ريم ابيض. لو عملت ريم ممكن تشيلوه بالمعلقة، بس في الاخر كل ده بيهدى وبينزل. رفعتها كده من على النار اول ما بدأت تغلي، وجبت بقى الطشة اللي بالثوم والكزبرة والسمنة البلدي، واديتهم بقى تشويحة كده على النار لحد ما يوصل للون الذهبي. واسمعوا بقى الطشة. مش اي حد يعرف يطلع صوت الطشة ده. بهزر. كلكم ما شاء الله شاطرين، وكلكم ستات بيوت شاطرة، وكلنا اصلا بنتعلم منكم. فده بقى بصوا شكل الملوخية خضرة، وبصوا العرق بتاعها، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة. وعايزة اقول لكم تحفة مسكرة وفظيعة. وده شكل الطاجن لما خرج من الفرن، عايزة اقول لكم حكاية. والله مش محتاج جنبه لا رز ولا ملوخية ولا اي حاجة. ده عايز كده رغيف عيش بلدي، مش رغيف واحد، كذا رغيف طبعا، وتقعدوا بقى تاكلوا فيها بالعيش البلدي. اصلا وجبة كاملة متكاملة، مش محتاجة جنبها اي حاجة تاني. اللحمة دايبة والصوص بتاعها تحفة، والمشروم مديها طعم فظيع. عايزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. وبس كده. باي.